السلام عليكم، صباح الخير يا شباب. أنا بجد والله العظيم متفاجئ بردة فعل الجمهور المصري على أداء منتخب مصر، وإنهم مصدومين بسبب الأداء الفاشل والأداء السيء طول البطولة من منتخب مصر بقيادة حلمي طولان. أنا ما أعرفش الناس متفاجئة ليه يعني، ما هو ده الأداء نتيجة إدارة الفشل وفي اتحاد الكرة المصري، إدارة فاشلة في كل شيء. يقول لك الإنسان الغبي هو ما يفعل أكتر من موقف بنفس الطريقة وتكون النتيجة سلبية، فده إنسان غبي. الإنسان الناجح هو اللي بيعترف بفشله. أنا فشلت في الحاجة دي، فلازم أصححها، لازم أعترف بالخطأ بتاعي وأقدر أصححه عشان أنجح. انتظروا برضه منتخب حسام حسن في بطولة أفريقيا، شوفوا النتيجة هتبقى عاملة إزاي، أداء سيء، خروج مبكر من البطولة، وأنا بافكركم وافتكروا كلامي كويس. الكرة في مصر بقى لها فوق من 2010 بيديرها ناس معينة، شلة معروفة مع بعض كده، بقيادة هاني أبو ريدة، أحمد مجاهد، عمرو الجنايني، وليد العطار، خالد لطيف، حازم إمام، الدرندلي، ناس كده بيديروها مع بعض، علام. الناس دي بيديروها مع بعض كده وهم بيبدلوا الأماكن مع بعض والكراسي، وهم كلهم نفس الفكر. مجدي عبد الغني، كلهم نفس الفكرة يا جماعة، كلهم نفس الفكر، لا في تخطيط، لا في أي شيء عدل، لا في إدارة لقطاع الناشئين وقطاع شباب، كلها ماشية بالبركة. ووزارة الشباب دورها الوحيد حل مشاكل نادي الزمالك، هو ده دورها فقط لا غير، تعليق الشماعة لفشل نادي الزمالك والاتحادات المصرية في كل البطولات. فإحنا المنظومة كلها على بعض فاشلة، فمش هتنجح. معروفة الإنسان اللي بيذاكر وبيجتهد هو اللي بينجح، لكن مفيش تخطيط مفيش نجاح. سلام عليكم.